ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشوني جدا جدا جدا. النهارده بقى هعمل لكم مسقعه باللحمه المفرومه. طبعا بقى البتنجان اهو مقطعه، بقى البتنجان وفلفل رومي على فلفل حامي اهو واقليه بعضهم، وعصقت لحمه مفرومه وعملت الصلصه. اخلص بس اقلي البتنجان وارجع لكم. اهو يا بنات، بعد ما خلصت كميه البتنجان نصها طبعا حطيته في الصينيه والنص بره اهو، وقليت فلفل رومي على حراق. هبتدي بقى دلوقتي احط اللحمه المفرومه وفوقيها الفلفل، بس طبعا مش عارفه احطها وانا بصور معاكم. بس اللحمه المفرومه اهي هنزل بيها على البتنجان وارجع اكمل معاكم. اهو يا بنات، بعد ما رصيت اللحمه المفرومه والفلفل هبتدي بقى ارص باقي كميه البتنجان، وبعد كده انزل بيها بالصلصه اللي انا عاملاها. حمرت فصين توم ونزلت عليها بشفشق طماطم، وسبتها تتسبك خالص، وحطيت لها شويه ملح وشويه كمون، مش اكتر من كده. هي طبعا الصلصه قربت تتسبك، انا معرفتش اعمل الخطوات دي كلها معاكم. هرص الصينيه كويس وانزل عليهم بالصلصه وادخلها الفرن. اخلص رص البتنجان تكون الصلصه اتسبكت معانا اهي اهي، وانزل بيها على البتنجان. وهو يا بنات بعد ما رصيت الصينيه كلها وادي الصلصه هي اتسبكت معانا زي ما انتم شايفين، هنزل بقى كده بالراحه اشبع الصينيه كلها من الصلصه عشان لما تخش الفرن اسقيها كلها من الصلصه دي، وادخلها بقى الفرن. طبعا انا مسخناه، وبعد ما تستوي هوريها لكم بقى لما تخرج من الفرن عامله ازاي. اهي يا بنات المسقعه بعد ما طلعت من الفرن واستوت، شايفين عامله ازاي؟ لو عجبتكم بقى ما تنسونيش تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.